اهلا بيك كريم، واهلا بكل مشاهدي اون سبورت في كل مكان. مواجهه الصقر للنادي الاهلي، مواجهه العوده للنادي الاهلي، حفظ الكرامه ورد الهزيمه للنادي الاهلي. سعدنا وشرفنا ان يكون معنا مدير الفريق سليمان العساف ومدير الفريق فيصلي اردوني. برحب بيك على شاشه اون سبورت. مباراه قويه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي وبالنسبه للفريق الاهلي، زي ما كنت لسه قايل في المقدمه، عايزين يسقروا من الهزيمه الاولانيه في دوري المجموعه. شايفها ازاي؟ عوده كمان ترجعوا تلعبوا النادي الاهلي. افتكر انكم خلاص عارفين النادي الاهلي بيلعب ازاي، لعبتوا معاه مباراه قويه، عرفتوا تقفلوا المباراه وعرفتوا تقفلوا مفاتيح اللعب النادي الاهلي. بلاش نتكلم في فنيات قوي، خلي الفنيات للقاء. بس شايف مواجهتك قدام النادي الاهلي ازاي؟ سيدي الكريم، اول شيء احنا لقاء اشقاء عرب، هو ولقاء اخوي ودي رياضي. ما في كلمه ثأر هاي اللي ما بعرف اللي بتحكوا فيها انتم مش موجوده بقاموسنا. احنا لقاء اخوي، تجمع رياضي بين الاخوه العرب، وسعيدين جدا بالمواجهه، بتكرار المواجهه مع شقيقنا نادي الاهلي زعيم افريقيا. ما بننكر هالشيء، واحنا ان شاء الله قادرين انه نجدد الفوز على نادي الاهلي ان شاء الله. طبعا كنت لسه زي ما بقول لك، زي ما لعبتوا الاهلي اللقاء الاولاني الى حد ما خلاص عرفتوا النادي الاهلي بيلعب ازاي، عارفين طريقه لعب النادي الاهلي. ده يسهل لكم شويه ان انتوا تلعبوا الاهلي مرتين، مره في جروب ستيج ومره في النوك اوت ستيج. احنا اللي مسهل لنا كل شيء ان شاء الله رب العالمين. بدايه ثاني شيء اللاعبين اللي عندنا مركزين معاهم اكثر ما احنا مركزين مع الانديه الاخرى. لاعبيننا قادرين على الاجتياز اي مهمه ان شاء الله. كنتوا متوقعين ان انتوا تلعبوا الاهلي تاني في قبل النهائي؟ ما كان عندنا فرق بين اي نادي، يعني احنا جايين جاهزين المنافسه الاخويه، منافسه اشقاء، يعني ليس كما ذكرت انت انها منافسه او شيء. بشكرك جدا واتمنى لكم التوفيق. الله يسلمك، اشكرك كريم. ده كان لقائي مع مدير الفريق نادي الفيصلي الاردني سليمان العساف. ودلوقتي عوده ليك في الاستوديو زميلي كريم، اتفضل.